وزارة الداخلية دخلت الترند وقالت اللي هيطلع يقول كلام قليل الأدب على السوشيال ميديا هنجيبه لحد باب بيته. الناس بدأت تبلغ، مش واحدة ولا اتنين، لأ ده بلاغات بالجملة. ليه؟ علشان الأستاذ طارق بلاكويل قرر يبقى مشهور بأي تمن، وبدأ ينزل فيديوهات بألفاظ خارجة وكلام ما يترقعش حتى بعد 12 بالليل. بس الداخلية قالت له تعالى بس يا فنان، عايزينك في كلمتين. وعقب تقنين الإجراءات، يعني مفيش هزار، تم القبض على المذكور طارق بلاكويل من التجمع الخامس. ولما واجهوه اعترف بمنتهى البساطة: يا بيه، كنت بعمل كده علشان المشاهدات تزيد والفلوس تكتر. بس القانون قاله مش كل لايك حلال، ومش كل شهرة تستاهل وجع الدماغ ده. خدها قاعدة: لو هتعمل محتوى اعمل حاجة ترفعك، مش توديك ورا الشمس. والسوشيال ميديا مش لعبة، وكل حاجة ليها حدود. تابعونا علشان نكشف الترندات اللي بتلبس أصحابها في الحيط.